كل سنة وانتم طيبين. طبعا سفرة رمضان ما تنفعش من غير مخلل. هنعمل النهاردة احلى مخلل بتنجان بطريقة سهلة جدا. حاجة كده حلوة وحرشة. شايفين لونه وسر اللون الاحمر بتاعه والمية الحلوة بتاعته. هقولها لكم هنا. انا معايا هنا نص كيلو من البتنجان، تقدري تضاعفي الكمية زي ما انت عايزة. انا شلت الوردة اللي فوق دي، قطعتها بالسكينة وفتحته بس كده. هبتدي بقى انزله في زيت سخن عندي اقليه. عايزه تسلقيه برضو نفس الطريقه، بس بقى ما تشيليش الورده دي بالسكينه، لا شيلي الحته الخضره بس، الورق الاخضر بس، ونزليه في ميه واسلقيه سلقه، بس طلعيه مش مستوي للاخر، فيه عضه شويه. اهي انا حمرته اهو. هبتدي بقى اعمل الخلطه بتاعتي. حطيت هنا معلقه 3 معالق كبار من هريسه الفلفل، فلفل مضروب في الكبه عادي خالص، ومعلقه كبيره من الثوم، وثلاث يعني شويه بقدونس كده كويسين، وعصير ليمونتين كبار. مهم جدا جدا الليمون والبقدونس بيدي طعم حلو. هحط هنا معلقه من الشطه ودي اختياري، ومعلقه من الكمون، ومعلقه من الملح. هقلب الخلطه دي بتاعتي معايا كويس قوي. الفلفل على الثوم على البقدونس على الليمون، ملح كمون وشطه، بس كده. هي دي الخلطه بتاعتي، بسيطه جدا وسهله وبتخلي الطعم هتنقلك في حته تانية. هبتدي احشي بقى بيه البتنجان بتاعي. يا ريت تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يجيلكوا كل فيديو جديد ان شاء الله هنزله، ولايك وشير للوصفه. هحشي بقى البتنجان كله اهو. شايفين الخلطه دي؟ عايزه اقول لكم ممكن لو فاض منكم شويه تخلوها ببطرمان وتحطوا منها على السمك، على مخللات كتير قوي حلوه جدا 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 يعني، على بتنجان محمر وحطي عليه. خلطه جميله جميله حقيقي. بس انا هكمل البتنجان كله اهو زي ما انتم شايفين. اتبقى معايا بقيه الخلطه. هبتدي ازود على الخلطه دي 3 معالق كبار من الخل، وبنجرايه صغيره كده. البنجرايه دي هي سر اللون الحلو، ومش هتحسي بيها لو انتي بتحبيش طعم البنجر. وهحط شويه من الخل حوالي 3 معالق، وكمان شويه صغيرين من الميه. انتوا هتلاقي فيه في الميه هنا شويه حاجات كده، ده من الثوم اللي انا دقيته فحطيت بالميه بتاعته كله. هقلب بقى ده كله مع بعض واحطه على المخلل وبس كده، واسيبه بقى كام ساعه كده واقدمه. شايفين اللون تحفه من غير لسه كمان، ده البنجر لسه ما نزلش لون، لسه كمان هينزل لون اكتر، هيبقى اللون فظيع وهتبقى روعه حقيقي. هتعمليها كل مره بنفس الطريقه على طريقتي، بجد حلوه جدا 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 فوق الخيال. طبعا تقدري تحطي الفلفل ده حراق او بارد اللي انا مخلله بيه. بس كده، يا رب يكون عجبكم الوصفه، واستنوني في وصفات كتير جايه. باي باي.